بص يا صاحبي، خليني أقول لك حاجة بسيطة بس حرفيا ممكن تقلب حياتك. كل واحد أنت معجب بيه، المليونير، الكاتب، القائد، اللي شايف الدنيا قبلك، كلهم عندهم نفس ال 24 ساعة اللي عندك بالظبط. محدش فيهم عنده باقة وقت بريميوم. الفكرة إنهم مش بيعيشوا يومهم زيادة، لأ، هما بس بيستخدموه بطريقة مختلفة. والحقيقة المرة إن أغلب الناس مش مشكلتهم الوقت، مشكلتهم الأولويات. شوف يا معلم، النجاح مش حاجة بتلاقيها في الشنطة كده بالصدفة. النجاح بيتبني دقيقة بدقيقة، قرار ورا قرار. والسؤال بقى اللي لازم تسأله لنفسك بجد وبأمانة، انت بتعمل ايه في ال 24 ساعة بتوعك؟ لأن في الوقت اللي فيه ناس قاعدة تقلب في التليفون زي اللي بيلم نمل، ناس تانية بتبني مستقبل. وفي اللي بيتمنى، وفي اللي بيخطط، وفي اللي عايش يوم بيوم. والناجحين دول بيصمموا حياتهم تصميم. الفيديو ده مش عن إنك تجري وتنطط وتبقى في سباق فيران، لأ، ده عن الحكمة، عن التغييرات الصغيرة اللي بتحول يوم عادي ليوم استثنائي. فلو زهقت من الإحساس إنك متفاجئ ومتلخبط، ولو زهقت من الأعذار، ولو عايز تمسك زمام وقتك ومستقبلك، خليك معايا عشان اللي جاي ممكن يغير طريقتك في عيش كل يوم. نبدأ؟ بص يا معلم، النجاح بيبدأ من بالليل. والله اليوم الناجح ما بيبدأش الصبح، ده بيبدأ من امبارح بالليل. أغلب الناس بتعيش بطريقة رد الفعل، يصحى يمسك الموبايل ويدبدب في اليوم كده على الله. بس اسمع دي، الأمل مش خطة، والصدفة عمرها ما تعمل إنجاز. الناجحين بيعملوا حاجة مختلفة. قبل ما راسهم تلمس المخدة بيكونوا خططوا لبكرة. يوم ناجح يعني خطة ناجحة. زمان كنت فاكر إني هصحى أشرب قهوة وأعدي اليوم بالمود، وبعدين اكتشفت الحقيقة المرة. لو ما درتش يومك هو اللي هيديرك، وغالبا مش لصالحك. عندي قاعدة صغيرة، ما تبدأش يومك قبل ما تكون مخلصه على الورق. خد 10 دقايق بالليل، اكتب أهم 3 حاجات لبكرة، مين هتكلمه، هتنجز ايه، والأهم ليه الحاجات دي مهمة. لأن من غير وضوح انت بس مشغول، ومع الوضوح انت فعال. اسأل نفسك كده، امتى آخر مرة خلصت يومك بوعي؟ مش بنتفليكس، مش بسكرول، لأ، أقصد بوعي وانضباط. الناجحين بيستخدموا الليل لتحضير الصبح، بيجهزوا دماغهم، بيسخنوا عزيمتهم، وبيظبطوا أفعالهم على رؤيتهم. عايز حياة مختلفة؟ حضرها بشكل مختلف. لو استعديت زي الشخص العادي هتعيش زي الشخص العادي، لكن لو استعديت زي الناجحين، خطوة ورا خطوة هتبقى واحد منهم. فالنهاردة بالليل ما تروحش تنام وخلاص، روح نام بهدف. جهز هدومك، راجع جدولك، حدد 3 أولويات، وتخيل الشخص اللي هتقوم بدوره بكرة. النجاح مش في دوشة الصبح، النجاح في سكون الليل لما محدش شايفك وانت بتحدد مين هتكون. وافتكر، اليوم ملك اللي استعد له، والاستعداد يبدأ من امبارح بالليل. نروح للصبح. الصبح يا معلم يا بيعملك يا بيكسرك. بيقولوا الطير البدري بيصطاد الدود، بس خليني أقولك الطير البدري مش بس بيصطاد، ده بياخد الادفانتج. طريقة بداية يومك بتحدد طريقة حياتك. معظم الناس بتبدأ يومها متأخر، متلخبط، واخد ضربة بداية. بس الناجحين الصبح عندهم مقدس، وقت قيادة مش وقت هي. انت ليك اختيارين كل صبح، يا إما تقوم بنية، يا إما تقوم برد فعل. رسائل، إيميلات، دوشة العالم. زمان كنت فاكر الصبح ده عقوبة، دلوقتي شايفه هدية. الصبح نافذة ذهبية بتحدد شكل يومك. اسأل نفسك كده، انت بتقوم بنية ولا بتقوم افتراضي؟ لأن طريقة صباحك هي طريقة شغلك، صحتك، علاقاتك، أهدافك، كل حاجة. الناجحين ما يضيعوش أول ساعة، بيقروا، بيفكروا، يتحركوا، يكتبوا أهدافهم. ما يبدأوش بدوشة العالم، يبدأوا بصوتهم هم. ويمكن تقول أنا مش بتاع صبح، ولا أنا. بس النجاح ما بيهتمش انت بتحب ايه، النجاح بيهتم المفروض تعمل ايه. والانضباط انك تعمل الضروري مش اللي نفسك فيه. أول ساعة دي ساعة بناء الثقة، ساعة وضوح، ساعة السيطرة. مش لازم تصحى 4 الفجر، لكن لازم تصحى قبل ما الدنيا تطلب منك. لأن اللي يكسب الصبح يكسب اليوم، واللي يكسب اليوم يكسب الحياة. نروح لحتة مهمة، الأغلب مشغول، بس الانشغال لا يساوي إنتاجية. في ناس بتجري طول اليوم وما بتحققش حاجة. ليه؟ لأنهم خلطوا الحركة بالإنجاز. عندي نظرية، ما تتخصصش في التفاهات. الشاطر مش بيعمل كتير، الشاطر بيعمل المهم. دي قاعدة 20-80. 80% من النجاح جاي من 20% من شغلك. الخطر إنك تقضي حياتك كلها ممتاز،
في حاجات غلط. المهم إنك تعرف الفرق بين مهمة وأولوية. المهمة حاجة تعملها، الأولوية حاجة لازم تتعمل. الناجحين بيرتبوا يومهم حوالين المهم مش حوالين المل الفاضي. افحص لستك واسأل ايه المهم بجد؟ ايه اللي لو عملته حياتي تتحرك؟ اعمل أقل بس اعمل الصح. نيجي لآخر حاجة، اللي مش مكتوب مش هيحصل. الناس العادية خططهم في دماغهم، الناجحين خططهم في الجدول، لأن الذاكرة بتنسى لكن الجدول بيثبت. مش لازم تكتب كل تفصيلة، لكن لازم تدي أولوياتك مكان وزمان. لو مش مكتوبة تبقى مجرد أمنيات. فافتح جدولك، بص على الأسبوع الجاي واسأل هل ده بيعكس الشخص اللي عايز أبقاه؟ لو لأ عدله دلوقتي مش بكرة، عشان لما تمسك جدولك بإيدك بتمسك مستقبلك بإيدك. ولما مواعيدك تكون ماشية مع رؤيتك ساعتها بس نتائجك بتبتدي تتظبط مع قدراتك الحقيقية. فافتكر دايما لو الحاجة مش متخططة تبقى مجرد فكرة لطيفة، لكن لما تتحط في الجدول تبقى التزام. والالتزام ده هو الكوبري اللي بيعدي بيك من أنا مين دلوقتي؟ لا أنا عايز أبقى مين. نروح للدرس اللي غير لي حياتي. لازم تقول لأ عشان تعرف تقول واحدة من أكبر الدروس اللي فهمتها في الشغل والحياة إنك ما ينفعش تقول لكل حاجة وتستنى تكسب. الكلام بسيط بس ما تستخفش بيه، لأن الحقيقة إن أغلب الناس ما بيقعوش بسبب نقص موهبة، هم بيقعوا بسبب كثرة لحاجات ملهاش لازمة. تشتيت، طلبات، عزومات ملهاش معنى، حاجات مستعجلة بس مش مهمة. كل مرة تقول لحاجة تافهة انت بتقول لأ بس في سرك لحاجة أهم. بتقول لأ لصحتك، لأ لأهدافك، لأ للوقت الهادي اللي بيبني مستقبلك. وخليني أقولك قوة كلمة لأ هي أساس التركيز، والتركيز هو طريق الحرية. الناجحين فاهمين اللعبة دي، ما بيسيبوش الذنب يتحكم في جدولهم ولا بيسمحوا للمستعجل يقتل المهم. وقتهم بالنسبة لهم كنز وبيحموه كأنه ذهب. كل لازم تستحق، كل لازم تخدم الرؤية الأكبر. الوقت زي الفلوس، يا تصرفه يا تستثمره. والمصيبة إن معظم الناس بيصرفوا وقتهم على حاجات ما فيهاش عائد خالص. فاسمعني، انت يومك مليان بالحاجات السهلة ولا بالحاجات الأساسية؟ ساعات أقوى كلمة ممكن تقولها هي لأ للالتزامات الزيادة، للوقت الضايع، للحاجات اللي بتبعدك عن طريقك، عشان تعرف تقول للتركيز وللنمو وللحياة اللي اتخلقت عشان تبنيها. اسمعني كويس، لأ مش بتخليك أناني، لأ بتخليك جد على قيمك، جد على وقتك، وجد على مستقبلك. من دلوقتي لما فرصة تيجي اسأل نفسك ده بيخدم هدفي ولا بيشفط وقتي؟ لو بيخدمه قول من قلبك، لو بيضرك قول لأ بكل قوتك، لأن كل لأ للحاجة الغلط هي أكبر للحاجة الصح. ونروح لحتة تقيلة، تحويل وقت الانتظار لوقت نمو. الحياة مليانة فواصل، وقفات، لحظات بتستنى فيها، زحمة، وقت عند الدكتور، طابور البنك، أو مستني الاجتماع اللي بعده. وده بالظبط اللي بيفرق بين الناس العادية والناجحين. الناس العادية في فواصل الانتظار بتضيع وقتها في هبد وفك، بتضيع فرصة ذهبية. الناجحين بيعملوا إيه؟ بيحولوا كل فاصل انتظار لفرصة، يقروا حاجة تفيدهم، يسمعوا حاجة تعلمهم، يعملوا حاجة تقربهم من أهدافهم. خليك فاكر، النجاح مش بيجي بالمشاغل، النجاح بيجي بالاستغلال الأمثل للوقت. وهتقولي أنا مش بحب الانتظار، ولا أنا. والنجاح بيجي بالتخطيط للاستفادة. فكل مرة تسحم نفسك اسأل نفسك إزاي استغل وقت الانتظار ده لحاجة مفيدة. أنت ممكن تقرأ كتاب، تسمع بودكاست، تخطط لأسبوعك، تفكر في حل المشكلة. ولو ما عملتش كده مش هتكسب، بس مش هتكسب بفارق ثواني، بس مش هتحس بالملل، انت كمان هتبني الانضباط اللي بيفرق الناجحين عن غير الناجحين. فافتكر دايما ان كل ثانية تستغلها هي ذرة بناء ليك وللحياة اللي اتخلقت عشانها. الإنسان العادي بيقتل الوقت، لكن اللي بينجح بيكبر جواه، لأنه فاهم إن الوقت إيفن لو دقايق صغيرة ممكن يستثمره. وزي الفلوس كده، الاستثمارات الصغيرة لما تتراكم بتعمل عائد مهول. خليني أقولك حقيقة بسيطة، أنت مش محتاج ساعات زيادة، أنت محتاج عادات أحسن جوه الساعات اللي عندك. الناجحين بيحولوا وقت الموت لوقت نمو، ما بيستنوش بس، دول بيتعلموا وهم مستنيين. يسمعوا كتب صوتية، يراجعوا أهدافهم، يفكروا، يطوروا نفسهم وهم في السكة. هتتفاجئ أنت ممكن تتعلم قد إيه لو قضيت 20 دقيقة بس في دراسة حاجة ليها معنى. ال20 دقيقة دول يبقوا 10 ساعات في الشهر، 120 ساعة في السنة.
يعني كورس جامعي كامل وانت رايح شغلك. الموضوع مش كمال، الموضوع نية. كلنا عندنا نفس ال 24 ساعة، بس في ناس بتسيب الفواصل تضيعهم وناس بتستخدمها تسن بيها نفسها. وهنا التحدي: امشي بكتاب في شنطتك، اعمل قائمة بودكاست جاهزة، استخدم نوتات موبايلك لأي فكرة، اشتري وقتك بدل ما تسيبه ينساب، لأنه حواليك في كل حتة. انت مش واقف في الطابور، لا، انت بتظبط دماغك. مش محبوس في الزحمة، لا، انت بتبني مستقبلك. الناجحين فاهمين حاجة أغلب الناس مش شايفاها: كل لحظة فيها إمكان لو استغلتها. فبلاش تقول بقتل وقتي، قول بكبر نفسي جواه. لأن الوقت هيمشي، بس اللي جوه الوقت هو اللي بيحدد جودة حياتك. افتكر، ما تضيعش الانتظار، استثمره وسيبه يشكلك. ونروح بقى للدرس اللي بيقلب حياة: فوض، اوتوماتيك، احذف. اسمعني، هل انت اللي بتعمل كل حاجة في حياتك؟ لو ايوه، يبقى انت مش بتكبر، انت بس بتنجو. النجاح مش انك تعمل اكتر، النجاح انك تعمل اقل من الغلط واكتر من الصح. ساعاتك في اليوم محدودة، ومش كل مهمة تستاهل ايدك ودماغك. اسمع القانون: فوض، اتمت، احذف. اولا التفويض: في حاجات غيرك يعرف يعملها اسرع، احسن، ارخص. الناجحين ما يشيلوش الحمل كله، يشيلوا الصح والباقي يتوزع. ليه؟ لان طاقتهم غالية وما ينفعش تتبدد. لو انت بتعمل شغلانة ب10 يورو في الساعة بس بتحاول تبني رؤية ب100,000، انت نفسك بترجع لورا. اسأل مين يقدر يعمل ده احسن مني، وبعدها سيبه يعمل. ثانيا الاتمتة: احنا عايشين في عصر ادوات وانظمة. لو في حاجة بتتكرر كل اسبوع، اسأل ليه ما تتعملش اوتوماتيك؟ ايميل، فاتورة، تذكير، بوست. هتتصدم قد ايه ساعاتك هتتحرر لما تبطل تبقى الآلة وتبدأ تبني الآلة. الناجحين ما بيشتغلوش بس بجد، دول بيبنوا أنظمة تشتغل وهم نايمين. وثالثا بقى الحذف: في مهام ملهاش حل غير انها تتشال من الحياة، خلاص تترمى. اسأل لو بطلت تعمل ده هيحصل ايه؟ غالبا لا شيء. هتكتشف ان نص لستك دوشة مش ضرورة. الناجحين عندهم قسوة جميلة في النقطة دي: كل ليها تمن، والتمن هو تركيزك. انت ما ينفعش تعمل كل حاجة، ومش المفروض اصلا. عظمتك مش في اللي بتشيله، عظمتك في اللي بتختار تشيله. راجع لستك: اقدر افوض، اقدر اعمل اوتوماتيك، ولا احذف؟ كل ساعة بترجعها لبنة بتحطها في اساس مستقبلك. خليك فاضي للمهم وسيب الفارغ يقع. وكده الناجحين بيستخدموا وقتهم استراتيجي، مقصود وفعال. ونروح لآخر مشهد: اختم يومك بحكمة مش بهروب. اغلب الناس بتخلص اليوم في مود الهروب: تلفزيون، موبايل، مخ تايه، وغمضة عين يناموا بلا معنى. بس الناجحين بقى بيختموا اليوم بحكمة مش بتضييع. عندي مبدأ ليك: ما تروحش تنام قبل ما تجمع حاجة ثمينة من يومك. كل يوم فصل في مدرسة، كل حوار، كل غلطة، كل نجاح، كله درس، بس لو وقفت تتعلم. الناجحين مش بيعدوا من يوم ليوم، دول بيستخلصوا الحكم. قبل ما تنام اسأل: عملت ايه صح؟ محتاج احسن ايه؟ اتعلمت ايه عن الناس، عن الدنيا، عن نفسي؟ الحكمة بتتبني كده، مش بالجري، بالمراجعة. ساعات الليل سهل تضيعها لانها هادية وسهلة، بس الحقيقة لياليك هي اللي بتحضر عظمتك. الناجحين ما بيختموش الليل بسكرولي، بيختموه بدفتر، قراءة، تخطيط، تفكير، وساعات بس هدوء. لان في الهدوء وعيك بيتصقل، ومن الوعي يبدأ التغيير. افتكر، مش هتقدر تطور اللي ما بتراجعهوش، ومش هتبني حياة أحسن لو مش فاهم اللي عايشها. فقبل ما تنام 5 دقايق، درس كتبته، نية حددتها، وافتكار للشخص اللي انت بتتحول له. نهاية اليوم مش نهاية مجهودك، دي بداية ارتفاعك. ولو عايز بكرة يبقى أحسن، ابدأ من إغلاق النهار صح. ما تضيعش لياليك، استثمرها فيك. وآخر درس: الانضباط هو اللي بيكسب، مش التحفيز، الانضباط. التحفيز بيشغل العربية، لكن الانضباط هو البنزين اللي بيكمل. الناجحين ما بيسألوش عندي مزاج، لا، بيقولوا مكتوب يبقى هعمله. الانضباط انك تعمل الصح سواء نفسك طايقة ولا لا. ولو ده صعب، البديل أصعب. يوم من غير انضباط يعني أسبوع ضايع، يعني شهر رايح، يعني سنين ضايعة. الخبر الحلو: الانضباط بيتراكم. كل مرة تلتزم بتقوى، بتكبر، بتتزق لقدام. الانضباط بيقول ايه؟ اصحى اول ما المنبه يرن، التزم جدولي، اكمل اللي بدأته، ما استناش المود،
أمشي بالمهمة. وساعتها بقى الحياة كلها بترد عليك شكل تاني، فرص تتفتح، طاقة تزيد، وضوح يرجع، وتبدأ تثق في نفسك لأنك أثبتت إنك شخص يعتمد عليه. والانضباط مش عقاب، ده هدية لنسختك المستقبلية. لو يومك كان صعب عادي، ده طبيعي، لأن الانضباط قرار يومي. مش لازم تبقى مثالي، بس لازم تبقى ملتزم. وكل يوم جديد فرصة جديدة تقول فيها أنا بختار الانضباط النهاردة. الاختيار المتكرر هو اللي بيغير. وآخر سؤال، أنت بتبني حياة شكلها إيه؟ لأنك بتصمم مستقبلك يوم ورا يوم، مش في اللحظات الكبيرة، في الصغيرة. الصبح، الوقت، رد فعلك، أولوياتك، كل يوم طوبة، يا إما ترصها بإيدك يا إما ترميها وخلاص. الأمل مش خطة، التصميم خطة. أنا عايز حياة شكلها إيه؟ الحياة اللي نفسك فيها مش بتتبني يوم ما، بتتبني النهاردة، في اختياراتك، في وقتك، في انضباطك، في قيمك. ما تستهونش بيوم واحد. مش لازم تفهم كل حاجة، بس لازم تبقى متعمد. اصحى وامسك يومك من إيده، حط معنى لجدولك، هدف ورا أفعالك، واختم كل ليلة وانت عارف انك قربت للي انت عايزه. ولو عملت كده النهاردة وبكرة واللي بعده، مش هتصحى في يوم على حياة أحسن، لا، هتصحى في يوم وتكتشف انك انت بقيت الشخص اللي بناها. ودي مكافأة الحياة المتعمدة، مش بس النجاح لكن الشعور بالرضا لانك استحقيته. فابدأ صغير بس ابدأ. صمم صباح يقويك، وجدول يخدم أهدافك، ويوم يشبه قيمك، ومع الوقت هتصمم حياة تستحق انك تعيشها. يا صاحبي، يومك في ايديك، مش فارق غني ولا فقير، والوقت داير على الكل، ماهوش بيزود في التوفير. ناس تعيش عمرها تهدر، وناس دهب وقتها اتدخر. والفرق مش في عدد الساعات، الفرق في مين اللي فكر، في اللي يقول بقتل وقتي، واللي يقول بيه بكبر. والليل عنده مدرسة، والصبح باب مفتوح عليه. واللي يقول لكل حاجة يضيع عمره في الهيفات. واللي يقول لأ للخبطة يعرف يمشي بخطوات. قولي، مين اللي بيبني بكرة ومين حياته مجرد صدفة؟ ده واحد يحط الطوبة بطوبة، وواحد يرمي اليوم في الهيفة. اصحى ورتب ساعة يومك. تكذب على نفسك لأ، كن جد. ما الوقت ماشي غصب عنا، بس احنا نختار نمشي لقدام بجد.